عمرك سألت نفسك عن أعظم محارب في التاريخ القديم أو في تاريخ مصر هيكون مين؟ تعالوا نعرف مع بعض قصة أعظم محارب في التاريخ القديم بلا منازع. الملك المصري تحتمس الثالث، قصته بدأت وهو طفل صغير، عرف اليتم بدري قوي، واللي ربطه الملكة حتشبسوت اللي هي عمته ومرات أبوه في نفس الوقت. ومش بس كده، دي كمان هتبقى حماته المستقبلية. وزواج الإخوات زمان كان أمر عادي جدا. بعد ما أبوه مات بقت حتشبسوت وصية على عرش مصر اللي هو من حق تحتمس لما يكبر. لكن بعد سنين أعلنت حتشبسوت نفسها ملك مطلق للبلاد، وتحتمس التحق بسلك الجندية، وبعد ما اشتد عوده أصبح القائد العام للجيش المصري. وعلى فكرة الجيش المصري أقدم جيش منظم في التاريخ. وبعد ما بقى قائد للجيش ظهر في مناظر كتير، أهمها حاجة اسمها المقصورة الحمراء اللي هي في معبد الكرنك، واللي فيها ظهروا الاتنين جنب بعض كملوك متوجة. لا وكمان تحتمس اتجوز بنتها الوحيدة. ونيجي بقى لأهم فترة في حياته وهي بعد وفاة حتشبسوت. الدور جه على تحتمس انه يكون ملك مطلق للبلاد. وهنا كان في بقايا للهكسوس اللي كان طردهم الملك أحمس، وكانوا مستنيين ومتربصين لأي نقطة ضعف تقابلها مصر، وكانوا مستنيين الفرصة ومطورين جيشهم ونفسهم عشان يرجعوا يحتلوا مصر تاني. وكمان تحالفوا مع 320 مملكة. تحتمس بقى لما عارف ان في 320 مملكة متفقين ومتحدين مع الهكسوس عشان يجوا يحتلوا مصر او يحاربوه، قال لهم خليكوا زي ما انتوا والله ما هتتعبوا نفسكم، واتخرج بجيشه ليهم. واللي بالمناسبة كان أول ما نستخدم السلاح البحري بشكل كامل لأول مرة في التاريخ مع باقي قوات الجيش، وراح ليهم وقدروا انه ينتصر على تحالف 320 مملكة كاملين، واللي قدر ان هو يستولى عليهم ووسع مساحة مصر، وحول مصر من مملكة قوية إلى إمبراطورية من أقوى إمبراطوريات العالم. وكمان خاض الملك تحتمس الثالث 14 معركة وعمره ما خسر ولا معركة فيهم. ولحد النهاردة الكليات العسكرية في فرنسا لسه بتدرس خططه العسكرية. وهو ده المحارب والملك المصري تحتمس الثالث أبو الإمبراطوريات. ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.